في عندي جزء في الألماني أو في قاعدة في الألماني عندي اسمها الأفعال المنفصلة. سيبك من اسم القاعدة دي خالص، ما تشغلش دماغك بيها، خلاص اشغل دماغك احنا بنستخدم القاعدة دي ازاي. في عندي أفعال في الألماني، الأفعال دي بتتكون من جزئين. مقطع، خلاص بتتكون من مقطع زي اب، زي ان، زي اوس، زي اين. دي مقاطع بتكون موجودة في أول الفعل، تمام كده. الجزء الثاني الفعل نفسه اللي هو زي فاغن، هولن، كومن، شتايجن وهكذا. خلاص كده. طيب ايه فكرة الافعال دي؟ انت الفعل ده بتحفظه زي ما هو كده، يعني كلمة يقلع او كلمة يغادر انت بتحفظها زي ما هي كده، اب فاغن، اب هولن، ان كومن، او شتايجن. فانت بتحفظ الفعل زي ما هو كده. تمام. خلاص، بتحفظ الفعل زي ما هو كده. ولكن احنا لما بنيجي نستخدم الفعل ده في الجملة بنفصل الفعل ايه عن بعضه. بنفصل الفعل عن بعضه ازاي؟ انا عندي فعل كده زي ايه، زي فعل ابفاغن ده، احنا لما بنيجي نستخدمه في الجملة بنعمل ايه؟ بنجيب فاغن رقم اتنين في الجملة عادي. يعني بيكون عندك الفاعل، وبعد كده الفعل، وبعد كده تكملة الجملة عادي، وبعد كده بتحط المقطع ده في آخر الجملة. خلاص كده. يبقى انا اي فعل من الافعال المنفصله دي بعمل فيها ايه؟ بجيب الفعل بتاعي اللي هو اصل الفعل زي فاعل، وبصرفه مع الفاعل اللي موجود، ايا كان بقى الفاعل اللي موجود صرف لي فاعل معاه. خلاص كده. طب رقم اتنين، المقطع اللي هو هنا ده بنوديه فين؟ في اخر الجمله. طب عندي مثلا فعل زي uncommon، عندي فعل زي uncommon، نفس الموضوع. انا دلوقتي عايز استخدم ايه؟ انا عايز دلوقتي الفعل ده احطه في جملة. فانت بتحط الفعل عادي زي مثلا فعل ايش، خلاص، وبتصرف لي كومن، ده بيبقى كومن ويكمل الجملة بتاعتك عادي. وان بنحطها فين؟ بنحطها في اخر الجملة. خلاص. او سشتايجن نفس الكلام، ايش شتايجة، وبتعمل ايه؟ بتحط لي اوس في الاخر. خلاص كده. يبقى هي دي فكرة الافعال الايه المنفصلة. هي دي فكرة الافعال المنفصلة. كل اللي انت بتعمله في الفعل، انت الفعل بتحفظه زي ما هو كده، بتحفظه زي ما هو كده. ولكن لما بنحطه في الجملة لازم تفصل لي الفعل عن بعضه. طبعا احنا عندنا هنا اب فاغن، اب هولن. طبعا انت في افعال كتير هي مش مقررة عليك في المحاضرة بتاعت النهاردة. خلاص، انت اللي النهارده مطلوب منك الجزء او الافعال بتاعت المواصلات. خلاص كده. بس انا كتبت لك الافعال كلها عشان ايه؟ او كتبت لك افعال تانية انت اصلا هتستخدمها. خلاص. فانا عندي هنا abfahren, abholen, ankommen, aussteigen, umsteigen, anrufen, einkaufen, fernsehen, mitbringen, aufmachen, zumachen, anmachen واusmachen. خلاص. الافعال دي افعال، في حاجات منها مطلوبه عليك، في افعال مش مطلوبه عليك دلوقتي. خلاص. طب اللي انا عايزك بقى تحفظه abfahren، اللي مطلوب منك بقى، اللي انا محتاجك ان انت يعني لازم تعرف abfahren. هنا عندك انكومن وشتايجن ده كله انا عايزه. انغوفن ماشي اعرفه. وعندنا ويحضر، ماشي احفظه. دي الحاجات اللي يعتبر مطلوبة منك النهاردة. خلاص كده. طيب انا هنا شرحت لك الفعل ده، قلت لك ان دي افعال بتتكون من مقطعين، المقطع الاساسي وده اصل الفعل. خلاص. وغالبا الفعل ده مش هيكون غريب عليك قوي، يعني انت اغلبيه الافعال دي زي ماخن، برينجن، زين، غوفن، شتايجن، كومن. الافعال دي مش غريبه عليك، فانت اغلبيه الافعال دي انت اصلا هتكون عارفها. طيب المقطع ده بقى انت لازم سيادتك تحفظه، بحيث ان انت لو شفت المقطع ده في جمله تعرف ان انت هنا بتتكلم او في حاله فعل منفصل. تمام يا شباب؟ تمام. تمام. تمام تمام تمام. طيب هنا انا بقول لك المقطع ده بيتكون من حرفين او ثلاثه هتلاقوهم في اول الكلمه. المقاطع دي انا اصلا حطيتها لك فين؟ انا حطيتها لك هنا في الماتيريال عشان ايه تعرفها. خلاص. المقاطع دي انت لازم ايه؟ لازم مش هقول لك احفظها، بس اعرفها. خلاص كده. عندك اب، ان، اوف، اوس، ناخ، باي، اين، لوس. والمقاطع دي بس عشان انت ما تتوهش مني، انت هتلاقيها اصلا في اخر الجمله. خلاص.
يعني عشان تفرق بينها، يعني انت ازاي تعرف مثلا ان اوف ده تبع فعل منفصل ولا حرف جر؟ انت ما فيش حرف جر بيجي في اخر الكلمة، ما فيش حرف جر بيجي اخر الكلمة. يبقى انت تعرف ان اوف دي اصلا اسمها اوف مخن. يعني انت دلوقتي هتلاقي في مقطع عندك اهو اللي هو اوف، وهتلاقي فيه مخت. خلاص، يبقى انت من نفسك كده تعرف ان الفعل ده اوف مخن. خلاص، انت هنا عندك اوس، وعندك في فعل هنا اللي هو مين؟ شتايجر. اشتايجر. طب انا دلوقتي انا هعرف ازاي بقى ان ده فعل ان اصل الفعل كان كده، اللي هو مين؟ اوس شتايجر. لان انت عندك مفيش حرف جر او مفيش حاجه بتيجي لك في اخر الجمله زي كده بالمنظر ده، الا لما تكون ايه؟ الا لما تكون دي اصلا مقطع من الفعل اللي انا اصلا لسه مصرفه مع الفاعل. طيب تعالى كده يعني ناخد امثله على الموضوع ده. انا هنا بقول لك ايه؟ بقول لك ايه مخت داس بوخ اوف. هو بيفتح الكتاب. اصل الفعل ده كان ايه؟ كان اوف مخن. اصل الفعل ده كان اوف مخن، ولكن انا لما جيت استخدمته، اصل الفعل ده كان اوف مخن، بس انا لما جيت استخدمت الفعل ده عملت ايه؟ رحت الاوف مخن ده قسمته نصين. خلاص، قسمت الفعل ده نصين، جبت ماخن ده صرفته مع مين؟ مع ايه. يبقى بقى ايه مخت. طب ده سبوخ، دي تكملة جملة ما تشغلش دماغك بيها. وجبت المقطع اللي هو اوف حطيته فين؟ في الاخر. طيب نروح لمثال تاني. انا هنا عايز اقول لك اشتايجه هي اوز، يعني انا هنزل هنا. خلاص، انا عايز اقول لك انا هنزل هنا. كلمة اوس شتايجن معناها ايه؟ ينزل من مواصلة، ينزل من مواصلة. طيب انا عملت ايه في الفعل ده؟ جبت شتايجن رحت صرفتها مع ايش، بقت ايش تايجر. وهي معناها هنا، واوس اللي هو المقطع جبته في الاخر. طيب انا عايز اقول لك انا دلوقتي انا بستيقظ الساعة 7 الصبح. خلاص، او بستيقظ الساعة 7. يبقى هنا اوف شتين، يبقى انت الفعل اصلا هتحفظه بالمنظر ده. ولكن انت لما تيجي تحط الفعل في الجملة تعمل ايه؟ تروح قاسم لي الفعل ده. يبقى اشتين هيتصرف مع ايش؟ يبقى اشتيا ام زيبن اوه. سيبك من زيبن اوه دي خلاص. انا عايز مين؟ اوف تتحط في الاخر. طب انت دلوقتي عايز تقول انت هتتصل عليا امتى؟ يبقى فان روفست تو مش ان. هم؟ يبقى غوفن ده ان غوفن ده عملت ايه؟ حطيت الان في الاخر، ومين؟ وغوفن صرفتها مع دو على اساس ان دو مين؟ هم؟ هي الفعل بتاعي، فانا صرفت غوفست مع دو. نفس الايه؟ نفس الكلام هنا. يركب، هنا يركب. اشتاجت in den Zug ein. يبقى einsteigen معناها يركب مواصلة. جبت انا شتايجن دي صرفتها مع مين؟ صرفتها مع ايه، فبقت ايه steigt. وبعدين ein جت في الاخر. حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ طبعا كل الامثلة انا كاتب لك هنا امثلة كتير، كل الامثلة دي زي نفس الفكرة. يعني كل الامثلة دي نفس الفكرة بتاعتنا.